المورد مش مسجل فات، اوعى تسكت، خلي بالك هتدفع من جيبك لو ما اتصرفتش صح. طب لو هو مش مسجل فات وانا مش هعرف اخصم مدخلات، يبقى الضريبه كلها عليا. طب ايه الحل؟ من بعد ما القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، الضريبه بقت 14% على المقاولات، واللي بتقع فيها اغلب شركات المقاولات ان مقاولين الباطن والموردين مش مسجلين فات، وساعتها انت هتدفع 14% للضرايب ومش هتعرف تخصم حاجه لان المورد مش مديك فاتوره ضريبيه اصلا. طب تعمل ايه؟ الحل الاول تفاوضه يسجل فورا في مصلحه الضرايب. الحل الثاني لو مش هيسجل، انت ليك الحق ان انت تحجز الضريبه منه وتوردها بنفسك الماده 41 من قانون القيمه المضافه، اللي بتقول لو الخدمه جات لك من غير مسجل ليك تحجز الضريبه وتحولها للمصلحه بنفسك. يعني ببساطه هو هيديك فاتوره عاديه وانت تخصم 14% منها وتوردها لمصلحه الضرايب وتحافظ على حقك في خصم الضريبه من المستخلص بتاعك، كده تحمي نفسك وتحافظ على فلوسك وما تدفعش الفرق من جيبك. تابعني عشان الفيديو اللي جاي هنتكلم عن التسويه الضريبيه في الاقرار الشهري.